السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالوا كده نشوفوا هنعمله ايه مع بعض. النهاردة هنعمل وصفة بطاطا حلوة قوي، والبطاطا دلوقتي في الموسم بتاعها وهتلاقوها كتير جدا في السوق. فنحاول كده ننوع في الوصفات بتاعتها عشان ما نزقش طبعا منها، ولا هي مسلوقة ولا هي يعني وهي مشوية. فان شاء الله تجربيها بالطريقة دي وولادك بإذن الله يحبوها، وهتبقى مغذية جدا. بس قبل ما نبدأ وصفتنا طبعا نصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. انا هنا كان معايا حوالي كده كيلو من البطاطا او كيلو وشوية تقريبا، مش فاكرة بالظبط. وانا مقشراها بالقشرة بتاعة البطاطس، بتسهل عليا كتير برضو. الاول طبعا غسلتها، نقعتها كده في مية وغسلتها كويس جدا عشان بيبقى فيها يعني طين كده ومش نظيفة. وبعدين قشرتها بالمقشرة، بس المقطع ده ما جاش معاكم. وبقطعها كده حلقات، يعني حاول ان انت ترفعيها شوية عشان هنسلقها كده على النار، اهو زي ما انتم شايفين معايا. وبعدين رفعتها كده على حلة، في حلة على النار، وحطيت عليها حوالي كوباية كده من المية، وغطيت عليها وسبتها كده تغلي مع بعضها. ومن وقت للتاني كده ببص عليها برضو عشان ما تتلسعش. ولو هي مثلا شربت المية بتاعتها بحط لها شوية بشوية صغيرين وبهدلها على النار، اهو زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تشرب كل السوائل اللي فيها. ولما بلاقيها استوت خلاص كده، بحط عليها بقى حوالي نص كوباية من السكر. وحطيت برضو حوالي نص كوباية من الجوز هند الناعم، ولا هو ناعم قوي ولا هو خشن قوي. ولو مش حابين تحطوه مفيش مشكلة، بس بيفرق جدا بصراحة في طعم الوصفة دي من البطاطا. وحطيت برضو حوالي نص كوباية كده من الحليب ورشة فانيليا، وبقلب كده كله مع بعضه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ومعايا هنا جبت الهراسة بتاعة البطاطس دي، كده بهرس البطاطا بتاعتي او اي حاجة عندك تهرسي بيها لو مفيش هراسة البطاطس، لحد ما تخليها ناعمة خالص خالص كده. بصراحة اضافة الجوز هند للبطاطا يعني حاجة جديدة وهتبقى حلوة، اضافة حلوة جدا بتعزز من طعمها. وبهرس كده البطاطا بتاعتي لحد ما تبقى ناعمة خالص معايا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبعدين انا كده دقت السكر بتاعها، لقيتها يعني محتاجة شوية سكر، فضفت لها كده حوالي معلقتين تاني. وطبعا السكر ده نسبي بالنسبة لكم يعني، على حسب رغبتكم انتوا. وبقلب بقى طبعا كله مع بعضه كده. وجبت برضو نص كوباية كده من اللبن معايا، حطيت عليها معلقة واحدة كده من النشا. وممكن برضو تستغني عن الخطوة دي خالص، بس يعني النشا بيخليها تربط شوية، ويخليها كده متماسكة، ويخلي البطاطا معاكي لما تقطعيها كده تبقى ديسكات كده معاكي، يعني زي المكعبات كده، وبتبقى حلوة قوي. وبقلب طبعا كده لحد ما النشا بتاعي يستوي كده في قلب البطاطا، لحد ما الاقي البطاطا بتاعتي كده عملت فقاعات كده. وخلاص بحط عليها كده معلقة كبيرة من الزبدة البلدي او سمنة بلدي لو مفيش زبدة، وبتفرق في طعمها برضو جدا، بتعزز طعم البطاطا قوي يا جماعة بصراحة. والوصفة دي بصراحة حلوة قوي في الوقت اللي احنا فيه ده، ويعني هتبقى مغذية جدا لأولادك لو هما مش بياكلوا البطاطا العادية. لو عملتها لهم بالطريقة دي هيحبوها قوي. شايفين بقت حلوة ولونها بيلمع وجميلة ازاي. وبعدين باخدها كده على القوالب بتاعتي على طول، افضيها وهي لسه سخنة كده، اهو كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة واستغفروا كتير. وبحاول كده ان انا اسوي كده البطاطا بتاعتي في القالب. وانا برضو هحط في القوالب الصغننة دي، القوالب دي برضو بتدخل معايا الفرن. بحاول كده امسح اي زيادات بالمنديل. يا ريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك،
ولو مش مشتركين في القناة ياريت كده تشرفوني باشتراك، ياريت تلفوا كده لفة في القناة عندي وتشوفوا لي الفيديوهات بتاعتي وقولوا لي رأيكم فيها، وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. وهنا انا هبدأ بقى اعمل معاكم الطبقة التانية، عشان انا هعمل طبقة من المهلبية. حط معايا هنا حوالي كوبايتين من الحليب، وحطيت عليهم كده حوالي 4 معالق من السكر و3 معالق من النشا، وحطيت برضو معلقتين كبار من الكريم شانتيه البودر. لو مفيش عندك برضو مفيش مشكلة، مش هيفرق، بس هو بصراحة بيعزز الطعم جدا. وبحاول ان انا كده اقلب كده لحد ما المهلبية بتاعتي كده تستوي خالص على الاخر وتبقى متماسكة. وحطيت كده نقطتين من الفانيليا في الاخر. مع التقليب المستمر كده عشان ما تلزقش، وانا مش عايزاها برضو ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، اهو كده قوامها مظبوط. وكانت البطاطا بتاعتي كده يعني يدوب لسه دافية شوية، وهحط عليها بقى الطبقة التانية، لان طبعا البطاطا متماسكة مش زي اي حاجة تانية. اهو زي ما انتم شايفين كده بحط عليها طبقة المهلبية الحلوة بتاعتي دي. وانا قبل كده يا جماعة عملت معاكم البطاطا بالكريم كراميل، بصراحة كانت تحفة برضو. كانوا ولادي ما كانوش عارفينها هي ايه اصلا، يعني مزيج كده ما بين البطاطا والكريم كراميل، وكان طعمها حلو قوي. ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. يا ريت تشوفوها برضو وتقولوا لي رايكم فيها. واللي مش عارف صندوق الوصف فين، بتضغطوا على العنوان مرتين وعلى كلمة المزيد، هو ده كده صندوق الوصف. وحطيت كده مليت البولات بتاعتي الصغيرة دي، وبكمل القالب بتاعي. وكنت مولعة الفرن كده قبل وانا بعمل الخطوة دي، الفرن والشواية مع بعض، او لو ما عندكيش الفرن بيولع مع الشواية عادي ممكن تولعي الشواية، بس احنا بس عايزينها تاخد لون كده من فوق. بحاول طبعا امسح الجوانب عشان مفيش اي حاجة تبقى في الجناب كده وتتحروق. وبعدين كان خلاص بقى السطح بتاع المهلبية بتاعتي كده نشف وبرد، يعني ما بقت عاملة طبقة كده من على الوش. فجبت حوالي معلقتين كده من السمنة سيحتها على النار، وبدهن كده على الوش بفرشة عشان ادخلها الفرن تتحمر كده شوية معايا. ولو مش حابة تحطي سمنة خالص ممكن ترشي شوية سكر، سكر حبيبات، سكر بودر، برضو هتدي حلو لون حلو جدا معانا. وانا بصراحة كنت مفكرة الوصفة دي هتبقى تقيلة، لقيتها حلوة قوي مش تقيلة ولا حاجة. اهي كده في الفرن معانا، وشايفين هنا خدت لون حلو قوي، سامعين الصوت؟ كانت ريحتها في الوقت ده طالعة تحفة قوي. وطلعتها كده، من اول ما بتطلعيها من الفرن بتلاقيها كده تحس ان هي طرية. ما تقلقيش خالص، لان بتكون لسه كده طالعة من الفرن بتبقبق معاكي. بسيبها كده تهدى خالص على راحتها، يعني حوالي ربع ساعة نص ساعة لحد ما هي دوب تبقى دافية كده. وهي بصراحة افضل ان هي تتاكل وهي يعني ما تدخلش التلاجة، بالذات في الوقت من اللي احنا فيه ده. لو احنا مثلا الجو حر ممكن لو انتي حابة تحطيها في التلاجة مفيش مشكلة، بس رأيي ان هي تتاكل دافية بصراحة تبقى طعمها احلى بكتير. اهو شايفين جمالها، والريحة ما اقولكوش بقى على ريحتها عاملة ازاي، وخصوصا لما تبقى معلقة السمنة اللي على الوش دي تكون سمنة بلدي. اهو قطعت كده قطعة معاكم من القالب، شايفين متماسكة وحلوة قوي ازاي. لما تاكلي كده معلقة بطاطا مع المهلبية الاتنين مع بعض كده، يعني بصراحة تناغم حلوة قوي، تجانس حلوة قوي كده. اهو كمان اللي في البولات طعمها حلوة قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وقولولي رأيكم في الكومنتات. وده كان فيديو النهاردة، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. بحبكم جدا، مع السلامة.